الهوت نايت حلو جدا جدا، هاتلك منه على الاقل كده 20 واحد، حاجات اللي هي الصغيره دي. هتهندلي جوزك من ناحيه الحياه الزوجيه، هيهندلك كل حياتك. سقطت دي انسي، هيتلكك لك ليه الدبانه ما عدتش من قدامي وعدت من ظهري. عشان ما تحسيش ان كل حاجه بتعدي بسرعه، وعشان ما تحسيش بملل في اول اسبوع جواز، خلي كل حاجه تاخد وقتها. بمعنى يعني انا دلوقتي لسه هدخل اشوف الشقه، انا خلي وقت الشقه ده اتفرج على هنا وشوف دي اخترناها مع بعض وشوف دي حلوه ازاي، طب والله لا ده بعد فتره ممكن اجيب هنا ازود ده كمان، طب لا مش عارفه ايه. بتاخدي جولتك في الشقه، بتاخدي بروتة كاملة في الشقة. خلاص سكبنا موضوع الشقة. الحاجة اللي بعد كده الصلاة، هنصلي بقى. فانتي خلي في اساسيات ورولز كده في حياتك، هنصلي مع بعض، هتبقى انت الامام او انا وراك، او في وقت كل واحد لوحده. خلي في ترتيب للحاجه اللي موجوده في حياتك، وفي نفس الوقت ما تعديش. اللي هو ايه يعني، مثلا ما بنقول مثلا لما حد بيتعرف على حد، خلاص اتعرفت عليه، طب يلا ننزل نقابله، طب يلا بحبك، طب يلا بموت فيك، لا خلاص زهق. ليه؟ كل حاجه جت بسرعه. لكن لما بتعرف على حد، مثلا بكلمك في لسه في مرحله الارتباط مثلا، لما بتعرف على حد، لا في وقت معين اتعرف عليه. مش هنزل اقابلك من اول شهر ولا تاني شهر ولا تالت شهر، لا انا اعرفك كويس جدا، عشان يوم ما اقابلك ابقى فعلا انا الشخص ده في ستيب جديده، يبقى هو عنده حماس. نفس النظام برضو، انا دلوقتي لسه بشوف الشقه بتاعتي، بتعرف على اللي قدامي. مش اول ما اخش من باب الشقه صباح الخير يلا ماما البسي رانجر عشان نشوف هنعمل ايه. ايه ده؟ في ايه؟ لا دي بتبقى على حسب الراجل اللي معاكي. ادي كل حاجه وقتها، تخشي شقتك، تشوفي حياتك، تشوفي هتعملي ايه، هتصلي، هتاكلي لقمه، هتقعدوا مع بعض شويه، اعملوا فقرات، ارقصوا سلو، اشربوا مشروب اللي هو عكس عكاز ده في البيت بقى، بما ان انت عملتوش في الفرح. خدي كل حاجه وقتها، عيشوا لحظه رومانسيه زي بتاعه الافلام. شفت الافلام الرومانسيه اللي احنا بنشوفها والقرف اللي بيبقى في التلفزيون ده، اعمليه، ما هو ده حلالك ماما، ده حلال، السلام عليكم، ده جوزك على سنه الله ورسوله. انت فاهماني؟ بعد كده بقى خلاص، لما بقى نفتكر بقى ان في حاجه ممكن نعملها، خلاص اعملي بقى. طب ما افتكرناش بكره ان شاء الله، ما احنا مع بعض ان شاء الله كل يوم. احنا ما هو حضرتك مش مأجرني يعني، انت مش يوم النهارده بس، لا هي بتبقى زي استمتاع. استمتعي بكل حاجه، ودي كل حاجه وقتها، عشان لا تملي ولا تكلي. والله العظيم 3 لما حد هيجيب لي جلطه الا انتوا وش كده، قلتها لكم وش. ليه دينا عملنا ايه؟ بيجامات ايه اللي بتتلبس اول اسبوع جواز؟ بيجامات ايه اللي بتتلبس اول 2-3 جواز؟ مفيش بيجامات بتتلبس. بيجامات دي تتلبس بعد 6 شهر 5 شهر. انا عندي قناعه مهمه جدا. اول سنه دي اسمها انا اول سنه انا لسه عروسه، يعني مفيش حاجه اسمها بيجامه بنطلون، بيجامه برموده، لا انا كل حاجه عندي اخري شورت فوق الركبه. مفيش حاجه اسمها انا بلبس عبايات في البيت، مفيش حاجه اسمها بيجامات يا دينا ما هي عريانه، لا هوت شورت، هوت نايت، الحاجات اللي هي الخفيفه دي. وكلمتكم كتير قوي على الهوت نايت، وفي بنات كتير جدا 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 جابت الهوت نايت، وكان حلو قوي مريح ناعم، بيخليكي عارفه تاخدي راحتك، شيك حلو، بيثير جدا 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 الرجاله. بلس كمان ان انت كمان لو حاطه معاه بيرفيوم سو سكسي بيتعامل مع هرمونات الراجل، لا 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 دلع. ده انت حضرتك بتتكلمي في دلع، انت اللي هو داخله صباح الخير صباح الفل، انت التارجت بتاعي النهارده، انا متارجتاك صباح الفل، تمام. فالهوت نايت حلو جدا جدا، هاتلك منه على الاقل كده 20 واحد، حاجات اللي هي الصغيره دي. مش بقولك ان كل حاجه تبقى لانجري ومش كل حاجه تبقى عريانه، بس في حاجات كده حلوه. شفتي انت الناس اللي هي الكتكوته الصغنطوطه اللي تبقى في التلفزيون لابسه الهوت شورت مش عارفه على القبط كروبي ولا مش عارفه ايه الحاجات دي، ده بقى طول اليوم الكاشات الصغيره. اطول كاش مايو عندك هو لحد نص الفخده، اطول كاش مايو. انت واخده بالك يعني؟ انا مش بقولك اللي هو ده اقصر، اطول، ما بالك بقى القصير. اتدلعي بكل ما يحلو لك، اعملي اللي ما يتعملش في نفسك بجد، ما تستخسريش في نفسك اي حاجه. ليه يا دينا؟ عشان املى عين جوزي، عشان امتع جوزي، عشان اعف جوزي، عشان يحس فعلا ان لما يكون انا تعبانه او فيا
مريضه، لا دي فعلا مريضه، لا ده انا وحشني الدلع بتاعها. حلو. الرجاله زي ما بقولك الموضوع بيفرق معاهم جدا. من الاخر هتهندلي جوزك من ناحيه الحياه الزوجيه، هيهندلك كل حياتك. سقطت دي انسي، هيتلكك لك ليه الدبانه ما عدتش من قدامي وعدت من ظهري والله. فخليكي كده فاهمه، خليكي ست واعيه، خليكي بنت ذكيه، ما تبقيش بتتصرفي وخلاص. وقبل اي حاجه ما تعمليها فكري فيها، هل دي هتضايقه؟ هل دي حلوه؟ هل دي مش عارفه واعمل سيرش كتير قوي قوي. وانا عن نفسي هغرقك فيديوهات، مش هسيبك ماما، مش هسيبك اختي. عماله تتكلمي يا دينا وتقولي بيجامه وتقولي دلع وتقولي وانا اصلا تعبانه، انا اصلا عندي مشكله، انا اصلا مش بخليه يجي جنبي عشان انا عندي حاجات كتير قوي بتوجعني. حبيبه قلبي، وانت ساكته ليه عن الحاجات اللي بتوجعك؟ انا عايزه اقولك ان طبيعي جدا جدا يبقى فيه الم من كل حاجه في الدنيا، يبقى فيه التهابات، يبقى فيه مش عارفه هيبقى فيه. طبيعي انك تقولي لجوزك ان فيه مشكله، طبيعي ان انت تروحي تكشفي، ومش عيب ومش حرام انك تروحي تكشفي في اول جوازك. عشان بصي، كل البنات لما بتتجوز في اول جوازها بيجي لها التهابات، طبيعي، ما هو في كائن غريب الشكل والاطوار دخل، يعني انت فاهمه. فانت اللي هو ده مش الطبيعي بتاعت الجسم فيه حاجه غريبه، فطبيعي يكون فيه التهابات، وطبيعي يكون فيه مشاكل، وطبيعي يكون فيه الم، وطبيعي حاجات كتير قوي انت ممكن عارفه اللي هو تنصدمي منها. طبيعي انك تروحي عند دكتور وتاخدي علاج عشان تبقي كويسه، عشان يعرف يتعامل معاكي، عشان ربنا يكرمك انت وهو وبالذريه الصالحه. زي ما بقولك استمتعي بكل حاجه في حياتك الجديده، استمتعي وتبسطي والبسي واخرجي وتصوري حياه جديده، وانوي مع ربنا نيه خير. يا رب انا بعمل كل ده عشان ده حلالي وده جوزي، وانا عايزه بدايه جديده في طاعتك. وطبعا بتواظبي بقى على الصلاه والقران بتاعك، عارفه اللي هو عارفه تحصني بيتك، عارفه اللي بيحافظ على حاجه بتاعته بالظبط. ايش عامله كده بالظبط؟ هي الفكره كلها. يا رب عني على طاعته، يا رب عني على عفافه مثلا، انا عفه، يا رب علمني، يا رب فهمني. هتلاقي ربنا ظهر لك كل حاجه بتسهل لك ده. مثلا واحده مش عارفه تتعامل، هتلاقي ظهر لها فيديو ازاي تتعامل مع جوزك. واحده مثلا في مشكله مع ناس فاهمه، مع ناس مجربه منها، هتقولي يا دينا كل ده بيبقى منين؟ كل ده بيبقى تجارب، بيبقى ناس سمعناها بنشوفها، ناس متخصصين دكاتره، الحاجات دي كلها. فانتي طبيعي قوي ان تقولي انا تعبانه، انا مش قادره، انا بس ما تقوليش كده وتسكتي. اصل عندنا في حدانا ما ينفعش نروح دكتور. ليه ما ينفعش نروح دكتور؟ ليه؟ ايه المشكله يعني؟ انا مش فاهماني؟ فالموضوع ده كله له حل. اخر حاجه خالص هكلمك فيها وهي المسؤوليه، responsibility. مسؤوليتك مهمة جدا 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 جدا. انتي خلاص بقى ليكي بيتك والمملكة بتاعتك، انتي هتبقي اساس كل حاجة. انتي ماما في البيت هناك كانت هي عليها كل اللود، هنا في بيتك انتي عليكي كل حاجة. هيصحى من النوم فطاره عليكي، هيكون عايز يتدلع دلعه عليكي، هيكون عايز شرابه انت اللي بتدوري له عليه، او انت اللي بتبقي حاطاه في مكان معين. لان هو لو مش حاطط وهو في مكان معين هيقول لك فلانه هو فين كذا، فلانه هو فين كذا، هو هعمل كذا، طب هعمل كذا. خديها مش من ناحيه ان الموضوع لود، لا، خديها من ناحيه ان هو ما بيعرفش يمشي من غيري. انا معاه، انا نصه التاني. خديها من الحته دي هتخليكي فرحانه بكل حاجه جوزك بيطلبها منك، بيبقى عايزها منك. فرحانه ان انا الوحيده اللي بعرف ابسطه في حياته من ناحيه المشاعر والعواطف والحاجات دي، انا الوحيده اللي بيكون عايزني. استمتعي بلهفه جوزك عليكي. انت واخده بالك ان انا جوزي عايزني، او ان انا جوزي لا عايز يبقى معايا؟ دي لوحدها بتخليكي تتبسطي ان قد ايه انا مبسوطه. ما انت في اول الجواز، انا ما بكلمش عن ناس متجوزه بقالها 10 سنه مش طايقين بعض اصلا وبينووا على الطلاق، فما تسمعيش الكلام ده مني، عشان انا كده بكون بكلمك فانا في عجيبه وانت في غريبه، انت فاهماني؟ فالموضوع معاكي سهل وبسيط. تمام؟ بس كده يا حلوين، هو ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اعملوا لي كومنت ولايك وشير واعملوا حاجات كتير وشجعوني، وشوف فيديوهات ايه اللي انتوا عايزينها الفتره اللي جايه. الفيديو اللي جاي تقيل قوي قوي ومهم جدا جدا للبنات اللي لسه ما اتجوزتش بس عندها
حته ان هي نفسها تتجوز او شهوتها اصلا بتبقى طول الوقت عندها، تعملي ايه لو انت عندك الشهوه دي زياده، او تعملي ايه ان انت مش عارفه تتصرفي، عايزه تعرفي نفسك ومش عارفه تعملي ايه. كل الحاجات دي كلها في الفيديو هقولها لكم، حاجات حرفيا من دكتوره منسدله كده، حاجات كده خطوات تحت بعضها هتعمليها عشان تعرفي نفسك لحد ما ربنا يعفك بالزوج الصالح. اقول لكم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.